تفتكر أهم حاجة ممكن تسيبها لابنك إيه؟ ممكن تقول فلوس، ممكن نقول ميراث، أو ممكن نقول تعليم. كل ده مهم جدا، لكن في هدية لو ما اديتهاش له كل اللي فات ده ملوش قيمة خالص يا جماعة. هي الثقة بالنفس. لازم ندي أولادنا الثقة بالنفس. الطفل اللي بيكبر يا جماعة من غير ثقة بنفسه بيتحول لشخص تايه، يخاف يواجه الناس، بيتهز بكلمة أو نقد، او ممكن سهل جدا يصدق اي حد يقلل منه. يا جماعه دايما بيدور على رضا الناس. الشخص اللي بدون شخصيه يدور على رضا الناس بدل ما يرضي نفسه. لكن الطفل اللي واثق بنفسه بيغلط ويتعلم ويواجه التحديات ويعرف قيمته حتى وسط الاحباط. الثقه بالنفس دي مش كلمه سهله. الثقه بالنفس دي مش رفاهيه، دي يا جماعه اساس شخصيه سويه. يعني مثلا تخيل نفسك انك بتزرع بذرة في ارض. البذرة دي لو سقيتها ووفرت لها شمس وهواء هتكبر وتبقى شجرة قوية، لكن لو اهملتها هتدبل وتموت. الثقة بالنفس يا جماعة بالظبط زي المية للبذور، من غيرها الطفل هيدبل جوه نفسه حتى لو شكله من بره كويس. يا جماعة لازم نخلي بالنا من النقط دي، لان النقطة اللي انا بتكلم فيها دي مهمة جدا للطفل، لأي طفل. امدح مجهود ابنك قبل النتيجة. لازم تقول له أنا فخور إنك حاولت. لازم توصل له كده. شجعه لما يغلط بدل ما تهينه. غلط ده يا جماعة فرصة للتعليم. اديله مسؤوليات تناسب سنه وخليه يحس إنه قادر. خلي البيت بيئة للأمان، يقدر يعبر من غير خوف ومن غير سخرية ولا عقاب. الكلمة الصح ممكن ترفع معنوياته، والكلمة الغلط ممكن تكسر كل ثقته بنفسه. الثقة بالنفس مش حاجة هتشتريها لابنك ولا ورقة هتسلمها لما يكبر. الثقة بالنفس بتتبني طوبة طوبة، بكلمة، بدعم، باحتواء كل يوم. مش سهل يا جماعة ان انا اخلي ابني طالع واثق في نفسه. ابنك محتاج يسمع منك انا واثق فيك. الهدية اللي هتسيبها له مش ذهب ولا فلوس. الهدية الحقيقية انك هتخليه واثق من نفسه طول حياته.